وفي النهاية يا صديقي، عرفنا في الفيديو ده مين هي الطائفة الإسماعيلية وإمتى نشأوا وإزاي نشأوا، وإيه هي أكبر الدول اللي أنشأوها طوال حياتهم، وإيه هي المناطق اللي منتشرين فيها، وعرفنا كمان عقائدهم. كل ده عرفناه في فيديو النهاردة يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ لو قلت لك يا صديقي تسمع عن الإسماعيلية، لا طبعا يا عم، حيث المانجا والمدن الجميلة والشوارع الرائعة والأهالي الطيبين. تحياتنا جمال أهالي الإسماعيلية. بس دي يا صديقي مش الإسماعيلية اللي أنا قصدي عليها. اللي أنا قصدي عليها يا صديقي طائفة من الناس معتقداتهم غريبة وتأثيرهم كبير. أنشأوا دول عبر التاريخ وسابوا بصمة مع ناس كتير. مين هم الإسماعيلية وإزاي نشأوا وإمتى وإيه هي أشهر الدول الإسماعيلية؟ وهو ده موضوع فيديونا النهاردة يا صديقي. تابع الفيديو للنهاية، تنسى اللايك والاشتراك، عيب عليك. بتبدأ القصة يا صديقي لما مات الإمام جعفر الصادق، وكان سايب ولدين، الأول موسى الكاظم والتاني إسماعيل. إسماعيل كان مات في حياة أبوه، فبالتالي معظم الناس التفوا حوالين مين؟ حوالين موسى الكاظم. لكن في طائفة تانية من الناس ما عجبهمش الكلام ده، وقالوا احنا تبع الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق. ومن هنا طلعت الطائفة الإسماعيلية، الطائفة اللي مذهبها انتشر واحدة واحدة ومن غير ما حد ياخد باله. في السر كانوا بيدعوا الناس لمذهبهم، وفي لحظة محدش يتوقعها طلعت الدولة اللي هتحكم مناطق كبيرة من شمال أفريقيا، وهتحكم مصر، وهتحكم بلاد الشام، الفاطميين. الدولة الفاطمية يا صديقي كانت مش دولة سهلة، كانت دولة قوية، حكمت مساحات شاسعة وسيطرت على دول كبيرة. بنت مدينة القاهرة وبنت الجامع الأزهر، والطائفة دي كانت على المذهب الإسماعيلي. بس الإسماعيليين يا صديقي ما اكتفوش بالفاطميين وبس، لا، ده في طائفة كمان من أخطر الطوائف اللي جات في التاريخ كله. طائفة كانت بتنفذ الاغتيالات كأنهم بيلعبوا ضمنة، قتلوا نظام الملك وكانوا يغتالوا صلاح الدين. أيوة يا صديقي، صلاح الدين الأيوبي اللي هزم الصليبيين ودمرهم في حطين كان هيغتال في لحظة واحدة. الحشاشين يا صديقي كانت طائفة مش سهلة. لو عايزنا نعمل لك فيديو عن الحشاشين يا صديقي قول لنا بس في التعليقات، من العندي قبل العندي يا صديقي. الإسماعيلية انقسمت لقسمين كبار، النزاريين والمستعلية. النزاريين اللي هم كانوا مشهورين في التاريخ بطائفة الحشاشين، ومنتشرين دلوقتي في مناطق زي سوريا وإيران وبعض الدول الأوروبية وفي كندا وأمريكا. والمستعلية منتشرين دلوقتي في مناطق زي الهند وباكستان ومناطق تانية متفرقة حوالين العالم. الطائفة الإسماعيلية عندهم معتقدات خاصة بيهم هم، زي مثلا الإمامة، واللي بيعتبروها حاجة مقدسة. ومن الإمام ده اللي بيفهم المعاني الباطنية للأحكام الشرعية. ما بيصلوش زينا، مش 5 أوقات في اليوم، ممكن يصلوا 3 على حسب ما الإمام يقول. وصوم رمضان مش دايما يبقى فرض، في بعض السنوات بيفطروا عادي برضه على حسب ما الإمام يقول. وعندهم ركن اسمه ركن الجهاد، بس مش الجهاد اللي بالسيف يا صديقي، لا، ده الجهاد بتاع الروح والنفس. الحج عندهم مش شرط للكعبة، ممكن يبقى عندهم حج روحي يغوصوا فيه في أفكارهم الباطنية. عندهم الولاية للإمام واجبة والطاعة لازم، فالإمام مش مجرد سلطة دينية، لا، ده سلطة تشريعية وقضائية ودولية كمان. بيفسروا الأحكام الشرعية بطريقة باطنية، واللي يفهم الأفكار والمعاني الباطنية دي هو الإمام. بيؤمنوا بالتقية، اللي انت ممكن تخفي دينك وتخفي حاجاتك في بعض الأوقات. عددهم يا صديقي بين 12 و 16 مليون نسمة حوالين العالم. بينتشروا في مناطق زي سوريا وبعض من بلاد الشام، وكمان دول الخليج واليمن والعراق وإيران وباكستان، وكمان الهند وبعض من الدول الأوروبية زي بريطانيا، وكمان بينتشروا في كندا وأمريكا. الزعيم بتاع الطائفة النزارية واللي هي أكبر طائف الإسماعيلية حاليا هو الزعيم أو الإمام أغا خان، واللي عنده مؤسسات كتيرة حوالين العالم. وبالمناسبة أغا خان يا صديقي مش اسمه الحقيقي، ده لقب. الإسماعيلية مش مجرد طائفة، دول أنشأوا الدولة الفاطمية وعملوا طائفة الحشاشين اللي أرعبت العالم في يوم من الأيام. وفي النهاية يا صديقي، عرفنا في الفيديو ده مين هي الطائفة الإسماعيلية وإمتى نشأوا وإزاي نشأوا، وإيه هي أكبر الدول اللي أنشأوها طوال حياتهم، وإيه هي المناطق اللي منتشرين فيها، وعرفنا كمان عقائدهم. كل ده عرفناه في فيديو النهاردة يا صديقي. وبس كده يا صديقي، أزال الله عنا عنكم الهموم وشرح لنا ولكم الصدور وأسعد أوقاتنا وأوقاتكم، فإنه هو الحي القيوم وهو يعلم أني فيه أحبكم، فإنه علام الغيوب. إن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.